امبارح رجاله عرضت 3 قصوص زواجل وقلت عليهم حضان، وانا عارضهم قلت والله انا ظالمهم اللي انا قايل عليهم حضان. السلام عليكم الاول، صباح الفل على كل اخواتي وحبايبي. لما عرضتهم جالي كذا مكالمه اليوم، جالي مكالمات كتير يعني اللي عايز يشتريهم وكده. في حاجه بقى عايز اقول لك عليها، سيبك من كل اللي كان عايز يشتريهم، اللهم لك الحمد، يعني احنا بعناهم. اللي اشتراهم بعد 500 جنيه عربون وجاي دلوقتي يسراهم في الطريق اخدهم وانا نازل. في حد كلمني لان انا في الفيديو قلت القص اللي اكتفى يا جماعه النتاع عليها البيضه اول بيضه تمام، والثلاث قصوص ما شاء الله شغالين. ففي حد كلمني من القاهره قال لي ايه، السلام عليكم يا وليد. عليكم السلام، انت كنت النهارده عدد 3 قصوص وبتاع؟ قلت له اه والله تمام ما شاء الله، قص ربنا يبارك، 3 قصوص ربنا يبارك فيهم محترمين، من ضمنهم القصين ضمت والقص الثالث هوريهم لك دلوقتي، ودول بقى حلقه النهارده. يعني دول القصين اللي انا كنت عارضهم معاهم، والقص الثالث هوريهم لك دلوقتي. فقال لي يعني انت بتقول شغالين واللي اكتفى عليها البيضه وبتاع، يعني انت يعني يا وليد يعني عايز تفهمني وعايز تقول ان النتاع عليها البيضه وعارضهم للبيع وبتبيعهم؟ قلت له اه، ايه المشكله يعني؟ قال لي ازاي يعني؟ قلت له باشا والله يعني هودي الحمام فين يعني؟ اللهم بارك قص مثلا عندي اللهم بارك عندي خلاص، وده زايد فوق طاقتي ماشي. انا حتى لما جايب حاجه من بره بقول يا جماعه انا جايب كذا من بره، بعت كذا وهسيب كذا ليا. قال لي يا باشا يعني انا بصراحه يعني كده على الدغري. قلت له، قال لي انا مش مصدقك يعني ان انت. قلت له باشا خلاص يعني بلاش تاخد بمنتهى البساطه. قال لي يعني ده احنا لما بنيجي بنبيع اللي مش شغال عندنا والعطال. قلت له يا باشا انت بتعمل كده، انا ما بعملش كده، انا هعمل كده ليه؟ يعني انا هعمل كده ليه؟ انا مش مضطر ان انا اعمل كده، وانا مش نصاب عشان اعمل كده، انا بخاف ربنا. بصوا يا شباب، الكلام بقى عملي، يعني الكلام النهارده عملي. تعال نوريك الجوز. اصل يعني اقول لك ايه، بس في ناس نفوسها مريضه، في ناس بتبقى مفكره ان هي مثلا نصابه فالناس كلها نصابه زيها، هو مثلا حرامي ففكر الناس كلها حراميه زيه. يعني الانسان السيء او الشخص السيء لا يرى الناس الا بعين سوءه. هو شايفك ان انت. قلت له مش خلاص يعني بلاش تاخدهم. قال لي ايه يعني إيه انا لو خدتهم ما اشتغلوش يرجعوا لك؟ قلت له باشا اللهم لك الحمد احنا ما عندناش الكلام ده قسما بالله العظيم والله العظيم، وده وارد جدا يحصل. انا بايع قصين لحد امبارح مكلمني في الكرنس تمام، لقيته بيرن عليا قال لي يا وليد فيهم قص انا شايف ان هم دكارين. قلت له يا باشا سهله، الكلام ده كان من اسبوع. قلت له سهله، شيل فرد لوحده وشيل فرد لوحده وحطهم لبعض بعد اسبوع. لقيته رن عليا امبارح قال لي يا وليد برضه دكارين. قلت له يا باشا ولا يهمك ولا تشغل بالك، هبعت لك نتايج. قال لي ببساطه كده بسهوله كده. قلت له اه احنا نظامنا كده ومعاملتنا كده. انا طبعا مش بقول لك الكلام ده عشان اقول لك انا والحديد انا وبتاع، لا احنا ابسط خلق الله. بس تعالى بس اما اوريك القص التالتين اللي انا امبارح قلت عليهم البيضه، تعال نشوفهم مع بعض. هي فعلا كان عليها البيضه ولا انت حرامي يا وليد ونصاب زي ما الراجل اللي كلمني امبارح كان بيقول لي انت بتشتغل الناس ومش بتشتغل. تعالوا يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، دول القص اللي انا كنت عارضهم امبارح، النتايه المخلعه. استنى حتى ازود لك الاضاءه اهوت عشان يبقى الصوره واضحه بالنسبه لك اهو. بصوا يا شباب، اللهم صل على النبي. طبعا انا جايبهم لك بقى، ممكن تلاقي واحد برضه نفسه مريضه يقول لك ايه ده انت حاطط لها البيضه. بصوا يا شباب، هي النتايه نايمه على البيضه اهي. دول القص اللي انا كنت عارضهم امبارح وقلت النتايه عليها البيضه. احنا رجاله هنا لا بنكذب ولا بنلف ولا بندور. انا عاذر، يعني انا بعذر اي حد بيكلمني يقول لك يعني هو في حد بتاع حمام كده الا ما رحم ربي. اه في ناس كده، وانا اعرف ناس اصحابي وناس كتير كده كمان. بس احنا دايما بندور على الصحبه الطيبه، الصحبه اللي ليها ذات امانه في التعاملات مع الحمام ماشي. في ناس مؤدبه في الحمام، بس هو للاسف من كتر الوحش خد الحلو معاه. تعال نصبح كده على الحاج احمد كده ونشوفه هو واقف كده ساند السلم بيعمل ايه. عم احمد انت ايه ساند لي السلم ولا ايه؟ ولا خايف السلم يقع؟ بصوا يا شباب، اقسم بالله العظيم الحمام هيخلي الواحد عقله يلف منه. ايه يا عم في ايه يا عم؟ بص يا رجاله، هو اقسم بالله اقول لكم انا مفاجاه. لو احمد اخويا ابنه قاعد ما بياكلش مش هيقعد له كده يقول لك سيبك منه. والمصحف والله العظيم لو الولد بودي قاعد ما بياكلش هتقعد له كده عشان تاكله. بقول لك لا مش قاعد عشان اكله، اسيبه يمشي. الحمام عيش يا شباب، الحمام عيش. بس هما بياكلوا احمد، هم حنينين اهو، انا شايفهم اهو. بصوا يا رجاله القص اللي هناك ده تاني قص. استنى اكبر لكم عليهم نحاول اهو. تاني قص اهو، اللي ورا الانجليزي والشخشليايه. يعني حتى في ناس دلوقتي هتشوف تقول لي يا وليد انت اهبل، انت مدي انجليزي وشخشليايه. يا جماعه ده حضان، ده سلاكت او ده دور الحضان حبيبي يا حاج احمد. بص يا عم احمد، انا مش مركز معايا برضه.
انت يا ابني، انا لما بعرض جوز يا احمد اقول انت ده على البيضه يبقى على البيضه، لما اقول القص دوشه واحد يبقى القص دوشه واحد. بص اللي بياخد مننا حمام مثلا وساعات مثلا زمان سمعت انا امبارح بكلمك ده وارد وده وارد. ساعات ياخد شبابات مننا، او ساعات مثلا انا مثلا بلاقي في حمام من فوق من الاوضه خدوا بعض، ممكن ذكرين ياخدوا بعض وعاشقين بعض فبخرجهم عادي، فبخرجهم. اللي كان يقول لي تقارير انا دي ما فيش فيها مشكله، انا بحل. ماشي. بص يا قول لي انت مجنون، انت بتدعي الحمام تقول لا ده ذكرين يعشقوا ده ذكرين يعشقوا بعض ونتايتين يعشقوا بعض. يا عم انا في حد كلمني حلفني بالله قال لي عايز قص من عندك محترمين، قلت له والله حاضر انا الاثنين. من لما امني وحلفني بالله يا احمد قلت اما اديله قص شواحط. الذكر بيجري ايه ورا النتايه وبنقول فيها في دماغها زي كده ماشي. والله العظيم يا احمد لقيته ايه رن عليا شكرني ومش عارف ايه وقال لي ما شاء الله ده الحمام كويس، قلت له باشا ربنا يبارك لك. لقيته تاني يوم رن عليا قام باعت لي على الواتس قال لي حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك، انت باعت لي حمام ذكرين وبيضربوا في بعض. طب انا اعمل هو مش عارف يعني. اشوف انا باعت له قص شواحط ماشي، اللي بتاع الحامل اللي هيفهم انا باعت له قص الذكر بيجري ورا النتايه. قلت له باشا يعني اتحولت لان زعلت ان هو بيحاسبن عليا، يعني حرام عليك اتقي الله تمام. انت باعت لي حمام بضرب، قلت له يا باشا حرام عليك ده انا باعت لك قص شواحط ومطلعين عنده وفارخين عندي ماشي يا جماعه. يعني اقول لك ايه بس، فطبعا اللهم لك الحمد احنا حتى لو ورانا مشكله بنحلها، يعني لو ورانا مشكله بنحلها. امبارح الراجل بتاع القص الزوجي ده قال له وليد دكارين، قلت له يا باشا والله هبعت لك نتايه. قال لي طب والدكر اللي عندي شنتايتين خلاص جاهزين فوق. اتاكد منهم. شوف هيتاكد لان انا مشكلتي ان انا ممكن ابعت له نتايه شابه تطلع دكر يبقى عنده 3 دكوره. والله وعدت الراجل وهيشوف حتى الحلقه النهارده، وعدته ان انا ان شاء الله بكره الجمعه هبعت له نتايه بدل الدكرين اللي هم عنده. والله العظيم لقيت احمد بقول له احمد الدكر، قال لي يا عم قول له الدكر خلاص دي مننا دي. هو كده. انما في ناس بتبقى صعبه جدا. يعني في واحد امبارح اتصل بيا فضل يوم كامل يشتري في 3 اصول زواج. طب تبعتهم لي واشوفهم الاول وابعت لك الفلوس. قلت له يا باشا مش الكلام ده. طب تبعتهم لي وابعت لك الفلوس مع الميكروباص. طيب تستنى مش عارف ايه. فضل كده لحد ما واحد كلمني في كلمه ونص امبارح السلام عليكم الثلاث قص عاملين كام؟ عاملين 5 قروش. هبعت لك قرشين يا عم بكره 3 قروش وانا جاي اخد الحمام في كلمه ونص. يعني في ناس بتبقى تبص المنظر الحمام كده هي بتفهمه ان هو حمام كويس. ربنا يبارك حبايبي رجاله صباح الفل ماشي. اقول لك الحمام ده عليها البيضه يبقى عليها البيضه. الجوز دول لسه شويه قدامهم لسه شويه قدام. ومش معنى كده ان انت تاخد مني حمام كله يبيض بعد 10 ايام. انا في ناس تاخد مني حمام وتصل تشتكيني تقول له وليد تشتكيني تقول له وليد الحمام لسه ما بطش. اقول له طول بالك واصبر عليه ماشي. والله العظيم يا شباب والله العظيم انا عندي قص كنجيات مؤخرين حصى انا ما عايز اخرجهم غير لما يحصوا. والله مؤخرين حصى ما عايز اخرجهم غير لما يحصهم واتاكد ان هي حصلهم اهو. بصوا يا شباب بص وجالي عليهم بدل التليفون 100 تليفون اهي. والله هي نايمه في المحضر اشوفها واشوف حصاها ولا حصاها معمر اخرجهم. غير كده يا باشا يعني عند وليد واحمد عبد الرحمن ما فيش الكلام ده. شغل النصب بتوع الحمام انا ماليش علاقه بيه. حبايبي رجاله صباح الفل. والله العظيم ما بقول الكلام ده عشان يعني ان انا افهمك بقى ان انا لا والله ابدا. احنا ابسط خلق الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.